غدا تستأنف الدراسة بعد انقضاء العطلة البينية. عودة إلى حجرات الدراسة تفند إشاعات راجت مؤخرا مفادها تمديد العطلة بسبب تطور الحالة الوبائية في بلادنا. عبير الملوكي. المدارس تستعد لاستئناف الدراسة واستقبال التلاميذ غدا الاثنين بعد عطلة امتدت ل8 أيام. استئناف يقطع الشك باليقين وبالتقيد بالإجراءات الوقائية الفردية والجماعية، على رأسها ارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي وأخذ جرعات اللقاح بالنسبة للتلاميذ الذي تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 عاما. وينضم إلينا اللحظة السيد عزيز ناحية، مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي المكلف بالحياة المدرسية. مساء الخير. أهلا وسهلا. إذا أستاذي، عكس الإشاعات اللي تداولتها يعني بعض المواقع الاجتماعية والصفحات الفيسبوكية مؤخرا، غدا إن شاء الله غادي يلتحق الجميع بالمؤسسات الدراسية، يعني ما كاينش تمديد ديال العطلة. فالسؤال اللي كيتطرح، علاش الوزارة الوصية يعني قررت أن تستأنف الدراسة حضوريا رغم يعني هذه الوضعية والتطورات المقلقة اللي كتعرفها يعني الحالة الوبائية؟ فقط للتوضيح، كل موسم دراسي يتم بمقتضى مقرر تنظيم السنة الدراسية. هذا المقرر يحدد فترات الدراسة وفترات الامتحانات والفترات ديال العطل. العطلة اللي كتنتهي اليوم هي العطلة البينية الثانية من بين 3 ديال العطل البينية، وكاينه عطلة ديال نهاية ديال منتصف السنة الدراسية. القرار اللي اتخذته الوزارة في إطار ضمان الاستمرارية البيداغوجية، بحيث أننا تم تأخير الدخول الدراسي هذه السنة من أجل ضمان تعليم حضوري، وهذا بالفعل اللي تم. وحنا حاليا نحاول أن نحافظ على هذا النمط من التعليم نظرا للنجاعة ديال التعليم الحضوري مقارنة مع الأنماط الأخرى. طيب، يعني كيفاش، شنو يمكن لك تقول لنا استاذي على الاجراءات الاحترازيه اللي اخذتها الوزاره، وكيفاش غادي يتم يعني التعاطي مع يعني تطور محتمل ديال الحاله الوبائيه او ظهور يعني حالات اصابه في بعض المؤسسات التعليميه اللي يمكن نشهدوها؟ مع بدايه الموسم الدراسي الحالي تم وضع بروتوكول صحي يحدد جميع الحالات وجميع الاحتمالات، والمقرر كيف شرت كيشير لجميع الوضعيات وجميع الانماط التعليميه. هناك التعليم الحضوري اللي حنا كنشتغلوا عليه حاليا، كاين التعليم بالتناوب اللي فيه الحضوري وفيه تعليم اللي كيقوموا به التلاميذ في البيوت ديالهم بتتبع من الاساتذه، وفيه التعليم عن بعد الى قدر الله وتم اغلاق. يعني المتحور ديال اوميكرون كينتشر بسرعه كبيره، فيعني كيفاش كتوقعوا السيناريوهات ديال الحاله الوبائيه في بلادنا في الايام المقبله، خاصه مع المظاهر ديال التراخي والتردد ديال البعض في تلقي اللقاح؟